قبل ما نبدأ الفيديو حط لايك، اشتراك في القناة، اربط طاقتك معايا وتعال نشوف الشريك أو الحبيب بيفكر فيك ازاي في البعد، وهل عنده استعداد ان هو يرجع تاني ولا خلاص نسيك او ما بقاش يفكر فيك. اربطوا الطاقة النهاردة معايا علشان تستقبلوا ان القراية دي ليكم. قراية الكوتشينة النهاردة هتوضح لينا الشريك او الحبيب بيفكر فيكم ازاي، وهل فعلا العلاقة دي انتهت ولا لسه فيها رجوع تاني او صلح تاني. هل فيها طرف تالت هيخرج ولا الطرف التالت متحكم جدا في الشريك ومش هيخرج. نستقبل كل الطاقات اللي هنقابلها في القراية، وتعالوا اربطوا الطاقة وافتحوا معايا طاقة الشريك. فكر في شخص قبل ما نفتح الطاقة بتاعته عشان تبقى مستعد ان الطاقة ديت ليكم. في رموز وفي حروف هتظهر ليكم في الطاقة، هقول لكم عليها عشان تتأكدوا ان الطاقة دي ليكم شخصيا. تعالوا نشوف الشريك بيفكر في ايه. طيب الشريك تعبان جدا على فكرة في البعد. في للبعض منكم طرف تالت دخل العلاقة وتمسك بالشريك وحب ان هو ينهي ليكم الطاقة. غيرة، طاقة هنا بتقول ان اللي دخلت ديت دخلت علشان تخرب بيت او تخرب علاقة او تخرب قصة حب كانت بينكم. غيرة عندها علشان تبدأ ان هي تاخد الشريك منكم فقط لا غير. لكن هنا الشريك ندمان او ابتدى يعرف ان هو في الطريق الغلط وفي طريق اللي ماشي فيه مش هو ده الطريق الصح. تعالي اقولك كمان مشاعر الشريك دلوقتي حالا فيكي ايه. مشتاق تاني ليكي. طاقة الغيرة اللي حسها من الطرف التالت اللي دخل بيخليه مشتاق ليكي جدا، او حاسس انه هو لسه بيفكر في ذكرياتك او بيفكر في الكلام بتاعك او بيفكر انه هو يبدأ معاكي الصلح بس مش عارف ازاي. البعض منكم كمان حصل مرة واحدة الانفصال من غير ما تكونوا حاسين ليه. الشريك كان هنا مالل جدا، وبسبب الملل دوت او بسبب الحزن او الزعل اللي كان بيحصل بينكم كتير، ممكن كان بتحصل مشاكل طول الوقت او خلافات طول الوقت، عشان كده الشريك قرر ينسحب شوية من الطاقة. عايزة أقولك إن الطاقة النهاردة بتدل إن الشريك لسه مشتاق ولسه بيبدأ معاكي. 7 و7 ماضي وحاضر ليكي، يعني الشريك بيسيب الطاقة بتاعة الملل أو الطرف الثالث وبيبدأ معاكي طاقة جديدة وطاقة حب وانسجام راجعة ليكي تاني. طيب الحروف اللي ظاهرة النهاردة معايا حرف الألف، الواو، العين، الميم، الدال، الخاء، الدال تاني، الألف، صاد سين خ، والح. والأبراج هي أبراج كتيرة شاملة العقرب، الحمل، الأسد، العذراء. برج العذراء على فكرة الشريك هنا بيقول إن هو أكتر شريك أو أكتر برج ندمان جدا 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 على اللي ضيعه. برج العذراء هو ندمان جدا 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 على اللي ضيعه. برج الأسد ظاهر هنا إن هو بيحاول يبان إن هو قوي أو متمسك، لكن هو برضو حاسس إن هو غلطان أو حاسس إن هو عايز يرجع، عايز ياخد خطوة، عايز ياخد فرصة تانية. الثور بيعاني جدا. برج الثور هنا بيعاني جدا. ظاهر في الطاقة ان هو بيحاول يتمسك او بيحاول اساسا يستمر مع طاقة الشريك او مع طاقة الطرف الثالث بسبب ان هو ما يبانش ان هو غلطان او ندمان او ان هو يعني يتأسف يعتذر في العلاقة. انا عايزة اقول لكم النهاردة ان الطاقة بتأكد هنا ان الشريك ندم بسبب اللي عمله، وان الشريك ندم بسبب ان هو سابك او راح لشخص تاني او فتح طاقة مع حد تاني في
في العلاقة، وهنا في انسحاب للطرف الثالث في العلاقة وبداية جديدة معاكي. استقبلي النهاردة الطاقة، استقبلي طاقة الشريك اللي احنا حطيناها، اجذبي الشريك دوت ليكي تاني بكود روحاني ظهر ليكي 8664. 8664 كود روحاني لجذب الشريك تاني اللي احنا فتحنا عليه الطاقة. وكوني مستعدة لمكالمة ومفاجأة وحاجة هتظهر من الشريك على بداية السنة الجديدة. بداية السنة الجديدة في حاجة عندك هتظهر مع الشريك بتقول ان هي مكالمة او رسالة او تهنئة هيحاول ان هو يعملها معاكي. كوني مستعدة كويس جدا، حاولي ما تعاتبيش. واضح كمان ان الشريك مش عايز عتاب، واضح ان الشريك عايز يرجع بس خايف من العتاب. حاولي تكوني محايدة، ما تعاتبيش او ما تقفليش الطاقة في وش الشريك جدا، لان هنا بتقول ان في طاقة كويسة راجعة مع الشريك وفي حب حقيقي على فكرة هيبدأ يظهر تاني مع الشريك. حاولي تستقبلي الطاقة ديت من غير عتاب علشان يرجع الشريك تاني معاكي ويكون في بينكم حاجة خطوة كويسة. البعض منكم عنده ترسيم، البعض منكم خصوصا برج الجوزاء والحمل والثور مع الثور او الثور عموما كبنت، عندكم جواز، عندكم استقرار، عندكم فتح بيبان متقفلة. برج الحمل على فكرة انت داخل على مرحلة كويسة جدا من الارتباط العاطفي مع الشريك، او لو انتي مش مرتبطة عموما هتحسي ان في طاقة كويسة جدا 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 بتيجي عليكي الفترة اللي جاية. نستقبل الطاقة بكل حب، ما ننساش المتابعة والاشتراك في القناة عشان يوصل ليكم كل جديد.